بمناسبة إننا بنخفف الأحمال وإن النور بيقطع كتير الفترة دي، فمعظمنا في البيت عنده كشاف الطوارئ اللي بينور لما النور بيقطع. هقول لك بقى على شوية حاجات تعملها مع الكشاف ده عشان تضمن أطول عمر للكشاف وتستفيد منه أقصى استفادة ممكنة الأيام دي. مبدئيا الكشاف ده ما ينفعش إنك تفضل حاطط الفيشة بتاعته في الكهرباء على طول، لازم تسيبه في الكهرباء من 10 ساعات ل 12 ساعة يشحن وبعد كده تفصله من الكهرباء. تاني حاجة برضو مهمة هو إنك لو ما استخدمتش الكشاف ده أو لو النور ما قطعش عندك، فما ينفعش تسيب الكشاف مشحون ومخزن الشحنة دي جواه من غير ما تفرغها. لو النور ما قطعش وما استخدمتوش، خلي الكشاف في اي وقت كده يفضي الشحنه اللي فيه لحد ما تطلعها خالص، وبعد كده تعمل له دوره شحن مره تاني. لو عملت الحاجتين دول وفضلت باستمرار كل اسبوعين ثلاثه لو ما استخدمتش الكشاف ده بتعمل له دوره الشحن بتاعته وبتشحنه لمده يوم كامل مثلا، ولو ما استخدمتوش ترجع تفضي الشحن وهكذا، هتضمن ان الكشاف ده هيعيش معاك عمر طويل والبطاريه بتاعته تفضل سليمه. غير كده بقى لو فضلت سايبه في الكهرباء على طول او لو فضلت مخزن الشحنه جواه من غير ما تطلعها كتير، فالبطاريه